يا صباح الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمله اختبار سكر للناس اللي ما بتعرفش. انا هنا معايا الدبابيس اللي في العلبة البيضة ديت. دبابيس اللي هي بتتركب في القلم بتاع السكر. ودي عبارة عن شنطة صغيرة كده فيها جهاز السكر، وحاطة فيها الشرايط علبة الشرايط، وحاطة فيها القلم. زي ما انتوا شايفين ده الجهاز اللي انا بستخدمه لقياس السكر. طبعا في ماركات ياما موجودة في السوق، وده القلم اللي بيبقى موجود معاها. والعلبة دي علبة الشرايط دي اللي بدوخ عليها عشان اجيبها، يعني بدوخ كده بلف اسكندرية عشان اجيبها بعد عناء يعني. أنا هنا العلبة اللي قُلت لكم عليها ديّة فيها الدبابيس. هو طبعًا أنتم ممكن تشكّوا بسِن إبرة أو كده، بس أنا ما باحبش كده، لازم القلم ده، لإن طبعًا يعني أضمن، ويعني الواحد برضه ما يعرفش الحقنة، ممكن سِن الحقنة دي ممكن هتتعب أوي، لكن القلم يعني الشَكّة بتبقى شَكّة بسيطة. يعني مؤلمة حاجات بسيطة يعني، بس مش زي في ناس بتشُك نَفْسها بسِن حُقنة، فبتبقى صعبة جدًا. أول حاجة باجيب القلم وباحُط فيها السِن زي ما أنتم شايفين كده، وباجيب الجهاز. أول حاجة أنا بافتحه، باشغّله، وباجيب الشريط. زي ما أنتم شايفين الشريط فيه جزء أسمر كده، فيه شروط سمرا، هي دي اللي باركّبها في الجهاز. بُصّوا الجهاز فيه جزئين، جزء بيحُط فيه الشرايط، والجزء التاني بيحُط فيه الشاحن بتاع الجهاز. زي ما أنتم شايفين كده أنا حطيته أهو، باضبّط الجهاز، وبعد ما باضبّطه باجيب بقى القلم وباشُك نَفْسي بالطريقة ديّة. طريقة سهلة جدًا ومش صعبة خالص. زي ما أنتم شايفين كده بُصّوا يعني باحاول أطلّع الدم، وبالشريط باعمل الاختبار السُكّر، وباشوفه بقى عالي والّا واطي. أنا هنا بُصّوا بانتظر. يا لهوي! 246، السُكّر 246. أنا كنت باعمل الاختبار عشان أشوف، أنا كان نِفْسي آكُل كيكة كنت عاملاها، وقُلت إيه أقوم الصبح أعمل كوباية شاي وآكل حتّة كيكة. فمش هينفع خالص، لإني أنا عملتها بالليل، أكلت والله حتّة صغيّرة، وقُلت بقى أقوم بقى الصبح إن أنا أعمل كوباية شاي وأفطر بيها. الحتّة الصغيّرة ديّة رفعت لي السُكّر، فمش هينفع إن أنا طبعًا آكل منها دلوقتي. ممكن أسلُق بيضة، والّا آكل جبنة معاها يعني خيار، أو معاها كابوتشي كده، بس العيش هيبقى صعب جدًا طول ما السُكّر بيبقى عالي، صعب الواحد يقوم كده يفطر عيش، أو ياخد أي مخبوزات أو أي حلويات. فمن ش من س بناخد طبعًا قرص السُكّر، وباكل أي حاجة كده ولغاية ما باضبّطه. وربنا يحفظكم يا رب، ويبعد عنكم الأمراض، ويشفيكم، ويشفي كل مريض، ويشفيني، ويشفي كل مريض يا رب. يا رب يكون الفيديو استفدتوا منه. سلام عليكم.